يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا كنافة، بس انا مش حطاها في الفريزر، انا لسه شارياها وكده، فمش لازم تحطها في الفريزر عشان تقطعيها. ممكن تقطعها بايدك كده وممكن تقطعها بالمقص، طريقتين حلوين. يعني انا هقطعها بالمقص كده كلها بالشكل دوت، اكنك حطيتها في الفريزر واحسن كمان. اهيت انا قطعتها كلها اهيت بالشكل ده بالمقص بكل سهوله، ما خدتش معايا وقت، او بايدك زي ما تحبي يعني، بس المقص طبعا بيبقى اسهل وكده. انا هعمل الكنافه دي ما فيهاش حشو ولا اي حاجه، هنعملها مع بعض كده وهتبقى حلوه قوي ان شاء الله. انا عامله القعد بتاعها كان عندي وكده، عشان كده ما صورتوش معاكم. كان عندي القعد بتاعها جاهز، فانا هقول لكم عليه كوبايتين ميه، كوبايتين سكر. عندي سمنه انا مسيحاها. طبعا الكنافه مش بتتعمل بزيت، ضروري تعملها باي بقى سمنه موجوده عندك. مسيحاها بقى كده، بدهن الصينيه، لازم تدهن الصينيه. وطبعا الكنافه بتحب السمنه كتير وكده عشان تبقى حلو. الصينيه ديت اللي هي وسط، مقاس وسط، صغيره مش كبيره قوي. هحط فيها حوالي نص كيلو كنافه، بوزعها كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين. اهي بالشكل ده كده بوزعها في كل حته. انا زي ما قلت لكم ان انا مش هحشيها اي حاجه. ما ننساش بقى نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بتك عليها كده بقى عشان تمسك نفسها جامد، وانا كل ما احس ان هي محتاجه تاني بحط لها وكده. بحط في الجناب، عاوزاها تبقى سوا واحد، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه، لا تبقى كلها تسوا واحد وكده، متساويه مع بعض. دي الطريقه دي سهله وبتاخدش وقت، وطريقه مش مكلفه ولا اي حاجه. بتبقى الكنافه بتبقى ما شاء الله حلوه قوي وبتبقى جميله. عندك بقى اي حاجه، ممكن حله، ممكن اي حاجه تقيله، صينيه تحطها عليها وكده، تخليها تتك عليها جامد بالطريقه دي زي ما انا بعمل وكده، عشان تبقى ماسكه كلها مع بعض وتلاقيها حته واحده وكده، ما تلاقيهاش مفرغه بعيده عن بعضها وكده. اهيت انا عملتها كويس من كل حته. بسويها برضو من الجناب وكده. خلاص بقى هي كده خلصت معانا، ظبطتها بقت حلوه اهيت. هسقيها بقى سمنه، احط لها بقى السمنه بتاعتها كده اهي بالشكل ده. تسقيها بقى من كل حته، عشان زي ما انا قلت لكم الكنافه بتحب السمنه كتير وكده. كل ما تكتري الكنافه سمنه تطلع حلو ان شاء الله. انا هحط لها شويه سمنه كمان. حط في الجناب بقى وفي كل حته كده، اسقيها سمنه وكده عشان تطلع معايا ايه كنافه حلوه ونعرف ناكلها وكده، ما تبقاش وحشه كده ومكلحه من جوه، ما فيهاش اي حاجه. انا مولعه الفرن طبعا، انا بحطها على الشبكه اللي في النص، ما بحطهاش تحت لاني ما بحبهاش تتحرق، بحبها تاخد السوا بتاعها براحتها خالص.
لحد ما تطلع كده ايه حمرا من كل حته. مش بحرقها خالص واروح مطلعاها، لا بسيبها لما تحمر خالص زي ما انتوا شايفين كده. كده طلعت بقى بسم الله ما شاء الله من الفرن عامله ازاي، شايفين لونها عامل ازاي ما شاء الله. سبتها حوالي يجي ساعه في الفرن، رغم الكنافه ما بتاخدش وقت بس انا سبتها تستوي براحتها خالص. كده انا قلبتها على الوش اللي هو تحت، عامل ازاي ما شاء الله، جميله قوي ومتحمره تحمير حلو لان سبتها براحتها زي ما قلت لكم. هنسقيها بقى مع بعض. طبعا انا قايله لكم ان انا كان عندي الشربات بتاعها. هنسقيها بقى بالطريقه دي مع بعض كده، تسقيها كويس قوي عشان ما تبقاش دلعه. اما انا مش بحب الشربات تقيل قوي للكنافه، يعني ما بحبوش خالص ان هو يبقى تقيل. بشوف ناس عاملاه تقيل خالص يعني بتنزليه بالعافيه كده، لا انا بحبه مظبوط. نسقيها كويس قوي اهوت. انا مع واحده واحده معاكم برضو اهي بالشكل ده. انا شلتها طبعا بقى من الصينيه لان الصينيه عامله ضوء كده مع الكاميرا مخليه لونها مش باين، فانا حطيتها في الطبق دوت عشان تبان وكده يبقى لونها باين معاكم كويس غير ما هي في الصينيه. اتعملت بقى بكل سهوله وما خدتش معانا اي وقت، وبتبقى حلوه اوي والله. حتى مقرمشه كده مش طريه، انا مش بحب الحاجه بتبقى معجنه وكده. بصوا عامله ازاي ان شاء الله، جميله اوي. هنقطعها بقى مع بعض عشان تشوفوها برضو. نقطع خرطة كده مع بعض اهي ان شاء الله عليها، مش مستحملة يعني. شيلها كده، بس انا اجيب بقى معلقة لان السكينة طبعا مش نافعة. شايفين شكلها عامل ازاي ان شاء الله عليها، جميلة اوي. يا رب يكون طريقتنا في الكنافة عجبتكم، يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم. معلش دايما اغلط كده ودايما انسى، استحملوني بقى. اهيت انا جبت المعلقة عشان اعرف ارفعها كويس واوريها لكم، لان السكينة رفيعة فانا مش عارفة ان انا اوريها لكم وكده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون الكنافة عجبتكم، ومع الف سلامة.